مشاهدينا الكرام، اهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقه الجديده من مدرسه على الهواء تحت نقول عنوان الشعوب تتخطى الازمات. بنحاول ننقل صوره وتجربه من التجربات الناجحه، يعني نقول من دوله من دول العالم المختلفه. يسعدنا ان يكون معنا النهارده السيد يعني نقول او الدكتور بارك جي يانج من دوله كوريا الجنوبيه، او دكتور امين. برحب بحضرتك يا فندم في هذه الحلقه الجديده من مدرسه على الهواء تحت شعار نقول الشعوب تتخطى الازمات. ويسعدنا ان نكون يعني حضرتك معانا مع كل مشاهدينا الكرام من خلال شاشات قناه النيل التعليميه. وعايز في البدايه كده يعني ناخد تعريف في البدايه عن الناحيه الجغرافيه. نقول لكوريا الجنوبيه، كوريا الجنوبيه مثلا من ناحيه عدد السكان، طبيعه البلد، نقول اهم التضاريس اللي موجوده فيها سواء تضاريس مائيه او نقول هضبات وجبال. عايزين نوضح صوره وشكل كده لكل مشاهدينا على قناه النيل التعليميه. نعم، شكرا أولا دي مرة ثانية. نحن دي كوريا دي طبعا دي بعض الناس يعرف دولة الكوريا، بعض الناس بعض العرب يعرف كثير، بعض يعني انت حضرتك عارف العدد كبير. لكن أنا عن طريق هذه القناة كل العرب كل المصريين يعرف دولة الكوريا. أنا أريد عشان يعرف على انت تريد كل العرب يعرفوا الدولة الكورية. دولة كوريا. عشان ايه؟ دولة الكوريا دي هذا دي منطقة صغيرة، منطقة صغيرة. دي ايه؟ تبلغ مساحة الكوريا حوالي شبه جزيرة الكوريا حوالي 222 ألف. 222 ألف. دي مساحة كوريا. ومن بينها شطر جنوبي فقط 100,000، حوالي 100,000 مساحة. 100,000 متر مربع. متر كيلو مربع. كيلو مربع. لذلك نحن دي يعني مساحة صغيرة مش كبيرة. مساحة صغيرة، لكن إجماله أنا كما قلت لك إجماله دي إجماله إنتاج دولي كم في داخل 15 في العالم. يعتبر يعني ترتيبك برغم المساحة نقول انتوا يعني متهيألي في حدود 15% من مساحة مصر، ولكن الإنتاج بتاعكم موجود نمرة 15 على العالم. 15 على العالم. دي دولة صغيرة، لكن نحن دي في مجال الاقتصادي دي دولة الكبرى، في داخل دولة الكبرى، في دخول 15 دولة. وأيضا دي عدد السكان. طيب عدد السكان نحن كما قلت لكم عدد السكان مهم جدا. نحن يبلغ عدد السكان كم؟ 50 مليون. كوريا 50 مليون. من جنوب فقط. الجنوب فقط. جنوب فقط. الشمال كم مليون؟ ربما 20 مليون. كله 70 مليون. كله 70. حوالي المتوسط يعني متوسط كده. مش دي نحن دي 50 مليون دي منطقة كما قلت لكم مصر كم ربع مساحة كم 80 مليون حاجة 80 86 بالظبط في آخر. لكن عدد السكان نحن 50 والمساحة قليلة. مساحة قليل، لكن نحن عدد السكان كثيرة. أنا كما قلت لكم تقدم مهم جدا على أساس عدد السكان من شغل دي كده. وأيضا نحن دي هذا طول من شمالي إلى جنوبي حوالي 1100 كيلو مربع بس. حضرتكم عارف من القاهرة إلى شرم الشيخ كم كيلومتر؟ من القاهرة لشرم الشيخ في حدود يعني نقول 400 كيلو 420 كيلو. لا 600 700 كيلو. 600 700 الغردقة هي 420. حوالي مثلا من القاهرة إلى أسوان كم؟ أسوان 1000 أيوة حوالي كده 1000. نحن بطول شمالية دي جنوبية دي طول حوالي 1100 كيلومتر. 1100 كيلومتر. دي هذا دولة مش كبيرة. من الشمال من الشمال وجنوبي 1100. دي مش ونحن لكن نحن شطرين لكن دي كده. وأيضا نحن في شمالي من شمالي ماذا موجود؟ روسيا، من روسيا والصين، حدود بين كوريا والصين وروسيا. ومن شرقي بين كوريا، حدود بين كوريا واليابان. اليابان هناك دي موجود بحر الشرق. وبعدين دي هذا من الغربي دي هذا بين حدود بين كوريا والصين.
الصين دي هذا دي ايه جانبين شمالي وغربي هو حدود كده لكن بينهما موجود بحر احمر وجنوبي بحر ايه؟ بحر احمر بحر اصفر اصفر. احمر عندنا. انا قلت انا عشان كده قلت انا دي خطأ كده بحر الاصفر اصفر. الاحمر ده موجود في اي مصر كده بحر احمر مصر دي وبعدين جنوبي كده بحر جنوبي موجود دي هذا منطقة نحن لذلك ثلاث جوانب من شبه جزيرة الكورية دي بحر نحن بثلاث جوانب بحر كده وكما قلت لكم عدد السكان 50 المياه العذبة. المياه العذبة في كوريا موجود انهار ولا ابار ولا الشرب مية الشرب المياه العذبة اللي هي صالحة للاستخدام الآدمي. وايضا دي نحن دي اكثر من حوالي تقريبا دي ايه دي هذا دي منطقة شبه جزيرة كوريا هناك جبال جبال حوالي دي تقريبا من نصف عدد المساحة دي جبال وهناك موجود نهر في داخل النهر موجود نهر الرحان. بعض الناس دي يقال لكوريا معجزة نهر الرحان. فهمت كده؟ معجزة. معجزة ميراكل النهر في كوريا معجزة. معجزة في نهر الرحان عشان تقدم. عشان ايه؟ تقدم في الاقتصادي. عشان كما قلت لكم دي منطقة صغيرة. لكن دي نحن في داخل ايه 15 دولة. حجم تجارة 15 دولة. بالظبط. لذلك الناس دي هذا معجزة. وايضا بعد الحرب 3 سنوات الحرب ما فيش اي حاجة صفر وهو إعادة البناء. وبعدين دلوقتي احتلت دي هذا حجم الاقتصادي ايه 15 دولة. دي لذلك يقال بعض المحللين الاقتصادي هو قال كوريا معجزة نهر الرحان. نهر الرحان ايه نهر النيل زي النيل. زي يعني النيل ماشي في وسط كوريا بالظبط. دي هذا مدينة بس كده عاصمة سيول بس. نهر الرحان. وطبعا دي نهر دي كثيرة نهر لذلك نهر مياه دي يأتي من مصدر مياه شرب مياه من جبال ونهر. وأيضا دي نهر دي هذا موجود دي محافظة كثيرة. هناك دي ايه اقتصاد دي ايه إدارات دي نفس ذاتي إدارة نفس ذاتي في كل محافظة دي وناس دي هذا دي عاصمات وريف ما فيش فرق كبيرة في مجال الاقتصادي معيشة حياة مش فرق كبيرة. دي هذا مدينة ودي يعني الريف في كوريا الجنوبية أو المدينة أو العاصمة نفس الشيء نفس مستوى المعيشة. عشان دي إيه يضرب لكم مثلا في ريف أيضا عربية موجود عربية خاص موجود. في كوريا أيضا عربية خاص موجود. في عاصمة أيضا عربية مدينة أيضا عاصمة عربية موجود. في العاصمة في ريف دي إجمالي دخل الفرد ما فيش فرق. يعني إجمالي دخل الفرد في كوريا الجنوبية سواء في العاصمة أو في الريف أو في أي نقول مكان من الأماكن البعيدة الأماكن يعني متساوي مع دخل الفرد الموجود في العاصمة. فالمواطن الكوري يقدر يشتغل في أي مكان ما يحسش اللي فيه فرق بينه وبين أي مكان تاني داخل البلد. مظبوط كده؟ مظبوط كده. لذلك دي ناس كده دي هذا خرج من مثلا تركت من الشركات. بعض الشباب هو مش عايز يشتغل في شركات مشهورة عشان هو مش عايز يشتغل على طول النهار. هو عايز يستريح لذلك هو ترك من شركات كبيرة. هو بعدين يرجع إلى ريف. دي ريف ايه دي مولد المكان مولد الأبي. لذلك كله يرجع إليها يعني ويزرع. الشاب الكوري يرجع نقول للمكان أو الموطن الأصلي أو المكان الريفي أفضل ليه ما يقعد في المدينة الصناعية أو المدينة اللي فيها شركة أو مصنع كبير أو اسم كبير. لا بعض الشباب عايز مصرف صناعي. بعض الشباب يريد يرجع إلى ريف عشان هو يستريح يزرع. هو عايز يحتاج إلى أوقات المتمتع. الأجر. لكن حضرتكم دي إيه؟ دي يشتغل في مصنع يشتغل في شركات كبيرة. هو ما فيش عندهم ما فيش وقت هو يشتغل. نحن لماذا كوريا دي تتقدم دلوقتي؟ عشان إيه؟ كله تضحية شغل بس
شغل فقط. لكن دلوقتي بعض الشباب عايز شغل وعايز يستريح راحة. لذلك دي اثنين مع بعض كويس. فين؟ في ريف. هو يزرع، وأيضا الزراعة ليس تقليدي، ليس بطريق تقليدي، طريق الحديث. يعني بيزرع بطرق متطورة وبشكل كبير، وشايف ان دي افيد ليه. ولذلك الزراعة في مجال الزراعة مثلا هو يستعمل الأدوات الحديثة، وأيضا هو دي يزرع ليس أرز فقط، هو عايز يزرع حاجة معينة مفيدة للجسم. مثلا هنا شماع، ما هو شمام عندكم دي شمع فاكهة مثلا مانجو، مثلا مانجو في المدينة مش كثيرة، لكن شباب عايز يتعلم طريقة زراعة المانجو في كوريا وفي بينيل هاوس في داخل بينيل، عشان هو متوازن. دي مهم جدا. دي درجة الحرارة. هو دي هذا عن طريق التكنولوجيا. هو دي مانجو هو يأخذ محصولات المانجو كل سنة مرتين. مثلا في عندكم دي مرة واحد بس، لكن الشباب الكوريين هو يأخذ مرتين كل يعني سنة. أقدر أقول الشاب الكوري بيقدر يستخدم التكنولوجيا اللي هو يواكب العصر، ويقدر يتخطى أي أزمة موجودة في ناحية الإنتاجية. يعني أنتوا الحاجة الأساسية في الشعب الكوري الإنتاج ثم الإنتاج ثم الإنتاج. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك،
وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ايوه مثل هذا دي عن طريق حديث، لان بعدين دي هذا اسعار تصدير، اسعار انتاج عاليه اعلى بالظبط. لذلك هو دي دخل كل شهر هو يشتغل في شركات، يشتغل في ريف، ما فيش فرق، ياخد دخل كبير. ولكن يصير فين يصير كويس؟ في الريف. يعني اقدر اقول ان مفيش ازمات مثلا موجوده في كوريا في النواحي الزراعيه ولا في النواحي الصناعيه بين الشباب، ولا ايه الازمه، اكبر ازمه تواجه الشاب الكوري او نقول المجتمع الكوري، الشباب الكوري، ايه الحاجات لا، المجتمع الكوري دي كلهم موجود فين؟ في مصنع دي ليس مصنع شركات ومصانع، هو يشتغل في مجال انتاج. لكن دلوقتي بعض الشباب يريد يرجع الى الريف. لذلك دلوقتي انا كما قلت لك ما فيش فرق بين ريف ومدينه دلوقتي. لذلك الناس دي مش ضروري دي هذا دي في مدينه عندكم تعرف في القاهره شو دي مزدحم، لكن الريف ريف دي يستريح مريح. لذلك الناس يرجع الى دي ريف عشان دخل ما فيش فرق، مش ضروري القاهره. في الزحمه عندكم اللي موجوده عندكم؟ ده طبعا نفس الشيء. برضه نفس الشيء. ايوه نفس الشيء. تعاملوا ازاي مع الازمات المروريه او الزحمه اللي موجوده، خاصه يعني انت عشت في مصر، عشت في القاهره، تعتبر من ازحم المدن في العالم طبعا، ليها ترتيب عالمي، ولكن ايه الفرق بين الزحمه عندكم والزحمه عندنا؟ عندكم الازمه المروريه بتتعاملوا معاها ازاي؟ الشكل اللي بتتعاملوا معاه ازاي؟ ايوه سؤال كويس كده. داونو دي داونو مدينه عاصمه سيول، وايضا كل محافظه مدينه. سول ولا سيول؟ سيول دي نطق سول. دي ممكن دي عندها سول. لماذا دي انا كما قلت لك حركات اللغه العربيه ثلاثه، لغه الفصحى، لغه القران الكريم، ثلاثه حركات. داونو دي حركات العشره. لذلك حركات العشره دي لذلك عندكم ما فيش لذلك زي سيول. داونو بنطق كوريا سول. هناك عندكم دي مواصلات نحن دي في زمان مزدحم زي في القاهرة. دلوقتي دي بيك تايم، انت بيك تايم عارف دي كل شباب، كل موظفين روحوا الى شركة، كل شباب روحوا الى مدرسة وقت وجامعة. الذروة، وقت الذهاب للعمل. عند ذلك بس مزدحم، لكن باقي كله دي فاضي. عشان ايه؟ داونو متشابكة مترو، عاملين شبكة مترو كبيرة. مترو كبيرة. مترو 9 خط موجود. 9 خطوط. 9 خطوط موجود. احنا عندنا 3. السنة والرابع هيبقى. داونو دي في عدد السكان كام في سيول؟ 13 دي 13 بس. في القاهرة كام؟ 26 على ما اعتقد. 26 كده. لكن داونو دي 13 كده. لكن خط كام؟ في القاهرة خط كام؟ خط المترو؟ خط كام؟ 3 دلوقتي. داونو في كوريا 9. كل منطقة متشابكة. كله تحت الأرض؟ تحت الأرض. مفيش حاجة بعض اللي فوق موجود. في موجود فوق؟ فوق موجود. زي هنا. لكن زي هنا. دي مش ضروري كله تحت كده. أحيانا فوق وأحيانا تحت كده. عشان دي تحت أنفاق على طول دي هذا لا ينفع للجسم. لا ينفع حياة. لذلك دي برا أيضا كده. دي 9 قطات موجود في كوريا. كل الناس يريد أي منطقة ريف يريد دي وسط المدينة عن طريق مترو، كله وصل إليها. يعني استخدام العربيات داخل كوريا قليل؟ يعني لو أنا مواطن أو أنا رايح عملي أروح بالمترو وأرجع بالمترو؟ ده كله يستعمل المترو. كله بيستعمل المترو. معظم الناس كله يستعمل المترو. عشان إيه؟ مفيش أزمة مرورية. عشان إيه؟ دي أنا يقود العربيات خاصة. أنا ميعاد ساعة، ميعاد مع صديقي، ميعاد مع موظفي مثلا الساعة 2 بالضبط.
ها؟ لكن دي ايه عربيه يقود مش ممكن ملتزم بميعاد بميعاد وقت معك. بالظبط. يعني لذلك لكن عن طريق مترو بالضبط كده قبل 10 دقائق وصول اليها. بالظبط. لذلك الناس كله يريد مترو. مم. مترو كله. يعني وايضا دي انت عارف اتوبيس ناونو دي اتوبيس كله معها تكييف هواء تكييف. وايضا اتوبيس دي انواع نوع اتوبيس مختلفه. اتوبيس للجلوس فقط، اتوبيس لجلوس وقف، اثنين مع بعض. يعني في اتوبيسات ممنوع فيها حد أتوبيس يبقى واقف، طريقين. وفي اتوبيس للجلوس والوقوف. احنا عندنا الموضوع ده يعني حاولوا فيه في التسعينات وما نفعش. يعني عملوا الخط وعملوا نفس الفكره اللي حضرتك بتقولها دي، ولكن ما اتطبقتش بسبب العدد وسبب نقول الزحمه الكتيره اللي موجوده، ولكن هي فكره كويسه. ايوه دي. وايضا مايكروباص ايضا ناونو دي زي مايكروباص، لكن دي مايكروباص ما فيش، دي متوسط. زي عندكم اتوبيس متوسط موجود حوالي 25 فرد كده. اللي هو مينيباص الصغير. دي صغير موجود. مش سيرفيس دي مايكروباص بين. نحن دي مثل هذا موجود من قرية. أنت تعرف دي بلاك دكرو. بلاك دكرو هناك موجود. بلاك دكرو. هناك وصول إلى بلاك دكرو. بلاك دكرو. جامعة القاهرة وراء. هناك مترو هنا بس. أيوه. لكن من مترو هنا من هنا إلى وسط دي ايه اللي داخل المنيب والمنطقة الثانية. دي ايه دي هو ناس يركبوا اتوبيس صغير مش كده؟ بالظبط. في كوريا ايضا مثل هذا موجود مترو وبعدين قرية. لذلك انا ينزل منزلي روح الى مدينة وسط المدينة، لابد دي قرية اتوبيس القرية يركب، وثم وصل المترو، وعن طريق المترو وصل الى وسط المدينة ملتقي، مكان ملتقي. بالظبط. كلهم في مصر دي يدفع فلوس بس، يدفع فلوس كلهم فرد، لذلك وقت طويل. نحن كلهم كارد. دي اشتراك، كله معاه اشتراك او معاه اشتراك سمارت كارد كده كل شهر دي حساب. مفيش الزحمه اللي واقفه على الشباك. ايوه بسرعه كده. ما فيش حارس للاتوبيس، اتوبيس بس درايفر بس. كله ماشين موجود، انا احطها كده دخول كده. انت فهمت كده؟ فهمت حضرتك. ما احنا عندنا الفكره بتحاولوا يطبقوها، اللي هي فكره يعني هو دكتور امين بيحاول يقول لي اللي هم عندهم فكره موجود كارت اللي هو زي الكارت الممغنط اللي طلع في مصر في الفتره الاخيره، ولكن مش موجود بشكل كبير قوي، اللي هو مكن بتاعه قليل، اللي انا اشتري المكنه مثلا كل شهر او كل اسبوعين او كل حسب المده اللي انا باخدها، ما اقدرش اقف على الشباك داخل المترو عشان ما اعملش زحمه. وعايز ينقل الصوره دي، بيقول لك الصوره دي بتسهل بشكل كبير جدا الزحمه داخل المترو. ايوه على طول كده. مظبوط كده. مظبوط كده. طيب دكتور امين، يعني نقول لحضرتك احنا هنطلع مع كل مشاهدينا بعد الحديث الممتع مع حضرتك، هنطلع فاصل ونرجع نكمل مع حضرتك ومع كل مشاهدينا الكرام. يعني نقول مدرسه على الهوى، ونقول الشعوب تتخطى الازمات. مشاهدينا الكرام، رجعنا مع كل يعني نقول حضراتكم وكل مشاهدينا الكرام في كل مكان، ومع دكتور بارك جي يونغ او دكتور امين، نقول المستشار الثقافي والاعلامي يعني نقول لسفاره كوريا الجنوبيه بالقاهره. دكتور امين، برحب بحضرتك مره ثانيه ومستمرين مع حضرتك، وعايز انقل جزئيه مهمه جدا، يعني نقول اعتقد من اسباب تخطي الازمات لاي شعب او اي حاجه، اللي يبقى عندي المهنه، عندي اقدر اطلع راس المال زي ما انت قلت لي، او اطلع الفلوس ازاي، اقدر اصدر ازاي، خاصه اللي انتم متميزين في التصدير بشكل كبير. عايز اعرف اهميه مع كل مشاهدينا التعليم المهني. عندكم كليات مهنيه، قلت لي الكليات المهنيه دي يعني بيتم استخدامها ازاي ومساهمتها في الاقتصاد الكوري ازاي؟ دعونا دي أنا كما قلت لكم دي نظام المدرسة، نظام التعليم، مدرسة ابتدائية، مدرسة إعدادية، مدرسة ثانوية. طبعا دي مدرسة ثانوية موجود دي هذا دعونا دي أنا كما قلت لكم مدرسة ابتدائية إعدادية مجانيا إجبارية. كل الشباب كل كوريين لابد خش
دي هذا مدرسة ابتدائية إعدادية دي مجانيا كله. وبعدها مدرسة دي إيه ثانوية، هناك موجود مدرسة خاصة موجود دي ليس إجبارية دي، وأيضا ليس مجانيا، هو تكلفة. وعشان مدرسة مهنية أيضا موجود ثانوية، مدرسة دي لغات الأجنبية موجود زي مصر دي كده. زي يعني في مدارس مهنيه وفي مدارس لغات وفي كليات مهنيه. لكن من بينهم حكومية، إدارة حكومية، إدارة شخصية موجود. لذلك دي هذا مدرسة دي إيه مدرسة دي إيه ثانوية للمهنية هم هو يدرس تكنولوجيا تكنولوجيا يدرس منذ مدرسة ثانوية. وبعدها بعد تخرج نحن دي إيه مدة سنتين دبلوم زي دبلوم هنا سنة مدة سنتين موجود كليات مهنية موجود كليات المهنية. هناك أيضا تعليم. يعني أنا عايز أوضح الجزئية دي. أنا خلصت مرحلة ثانوي عادي، أدخل بعد مرحلة الثانوي أدخل كلية مهنية، وبعد ما أخلص الكلية المهنية ال4 سنوات آخد دبلومة سنتين في نفس التخصص المهني. دي هذا شوية مختلفة هنا. دي بعد تخرج من المدرسة الثانوية وخش دي طريقين. طريق دي هذا دي كليات المهنية موجود، كليات المهنية هو مدة سنتين، هو شهادة موجود مدة سنتين. لكن دي جامعة كليات جامعة هو 4 سنوات. لذلك دي هو عايز مش عايز دي 4 سنوات دراسة، هو عايز سنتين فقط. هو خش إلى كليات المهنية وبعد سنتين هو يشتغل في مصانع شركات. بيتم التعيين فورا؟ يعني لما تم خلاص انتهت. لكن هو يريد بعضهم يريد يكمل دراسة، هو خش إلى جامعة 4 سنوات 4 سنوات هو يكمل دراسة. دي مثل هذا موجود. ولذلك نحن مهنية أيضا موجود. مهنية إيه لماذا كليات المهنية موجود؟ تنفيذ تدريب ليس دي إيه ليس علوم، ليس قراءة كتب، هو أساس أهم شيء هو تنفيذ. لذلك دي هذا مهنية كده. ولكن جامعة هو تنفيذ والعلوم مع بعض. لذلك نحن عدد الكليات المهنية كم عدد؟ أكثر حوالي 150 كلية. 150 كلية. كلية موجود. لكن جامعة 4 سنوات جامعة موجود 250 جامعة موجود حوالي أكثر من 250 جامعة. كلهم دي إيه؟ كلهم حوالي إيه 400 دي كلية ودي إيه كلية وجامعة. عشان شباب يريدون أن يتعلم كثيرا. عشان هو كما قلت لي وأيضا كما قلت لكم دي إيه دي في المستقبل حياة كويسة أفضل. لذلك والدهم هو يشتغل يأخذ فلوس، هو دي فلوس كله موجه رأس ماله ولاده. للأولاد. رأس المال عنده لأولاده. رأس مالي أيوة صح. ولد متعلم مثقف. عشان إيه؟ هو أفضل مني في الحياة المستقبلية. مثل هذا تحديات الوالدين دي. لذلك نحن دي هذا تتقدم. وبعض الشباب لذلك دي في كمبيوتر، علوم الكمبيوتر، علوم الإلكترونية دي هو كليات المهنية. لكن دي فرق بين كليات المهنية جامعة تخرج. وعشان دي ايه راتب مختلفة شوية. عشان هو راتب الروتين مختلف او الرتابة بتاعتها مختلفة. عشان هو دراسة شكل الدراسة مختلف. دراسة مختلفة. دي لذلك حكومة كوريا عايز دي فرق فجوة بينهما مش كثيرة. عايز تخلي فجوة تقرب كده تقرب دلوقتي تقرب كده. طيب في حاجة جزئية تانية مهمة جدا عايز اوضحها برضه لكل مشاهدينا. العدد كبير، في تنمية، في اقتصاد، في نقول شغل كتير، ولكن المساحة قليلة. في مشكلة سكانية عندكم بتواجهوا ازاي المعيشة؟ يعني لو انا شاب لسه في مقتبل العمر عايز مثلا ادور على شقة، عايز ادور على سكن، هل عندكم في مشاكل سكنية؟ هل في مشاكل زي ما احنا قلنا المشاكل المرورية؟ ما فيش، انتوا قدرتوا تخطوا عليها بالمترو و9 شبكات او 9 خطوط من خطوط المترو.
السكن والمعيشة ازاي، اقدر احصل على منزل ازاي، اقدر احصل على ارض ازاي، الحياة دي بتكون ازاي، او يعني عايز اوضح لكل مشاهدينا وكل نقول لمتابعينا ازاي بقدر اعيش داخل كوريا سواء في سكن جديد او في مكان جديد. طبعا دي هذا مهم جدا مم. عشان دي كيف ناس دي يسكن فين بالظبط. دي انت خاصة اللي العدد كبير والمساحة قليلة. انت حضرتك على كلام حضرتك العدد كبير، يعني انا مش بسأل بسكن ليه، لا انا اقصد اللي العدد كبير جدا 50 مليون على ما يقرب 50 مليون والمساحة قليلة، فبتقدر تعيش ازاي، خاصة اللي انتوا شغالين وفي نظام وفي اقتصاد قوي. صح. لذلك دي هذا دي مسكن دي ايضا دي مهم جدا دي. لذلك نحن دي هذا شقق كبيرة. شقة شقة كبيرة. كبيرة دي زي في مصر مش شقة كبيرة دي شقة دي 5 دور 6 دور دي بس. انت هتقصد مش الشقة كبيرة، البرج كبير، برج العلو كبير. الشقة كبيرة يعني مساحتها قصدي ارتفاع المبنى. لذلك منطقة صغيرة، لذلك نحن دي مكان مرتفع. مرتفع برج كده مرتفع كده ناس. دي هذا تقريبا في شقتي ايضا. شقتي كنت في كوريا شقتي 18 دور. 18 دور. دي دور اول دي كم 4 سكن. 4 شقق. 4 الدور الواحد. دور واحد 4 شقق كده. اسانسير 2 كده. 2 اسانسير. دي هذا مثل هذا دي وايضا دي هذا صغيره مساحه صغيره شقه صغيره موجود. دي هذا مثلا دور اول دي مثلا 5 6 كده دور اول. مثل هذا شقق دي مرتفع برج. وايضا دي بعض مثل مصر دلوقتي شقه دي هذا دور 5 و6 موجود في كوريا ايضا. وفيلا ايضا موجود. ومثل هذا ناس دي ايجار. ايجار. ما فيش تمليك؟ تملك فيه طبعا تملك فيه، لكن دي هو كل شباب يريد يشتري شقة. عايز يحصل على شقة. شقة. وقبل شراء شقة لابد فين؟ دي زي مثل مصر دي شقة صغيرة دي 5 دور دي تحت كده عشان إيجار رخيص. لكن شقة برج دي شقة برج كده برج دي هذا سعر إيجار دي غالي. لذلك هو قبل كده هو إيجار صغير هو يسكن. يعني عندك مشكلة في الأبراج الكبيرة برضو نفس المشكلة اللي عندنا نقول أو الشكل المتشابه اللي فيه مشكلة في الكبير، فبيحصل على شقة صغيرة في مكان صغير يحصل عليها يكون سواء بالإيجار أو بالتمليك. دي وأيضا دي شباب يريد أن يتزوج لابد هو مستعد زي في مصر. نفس في مصر كده. في مصر دي رجل هو يستعد لشقة برضه. في برضه امرأتي دي هو بطباخ هو كده دي أثاث برضه كده نفس الشيء. حماتي ومش حماتي ولا لا برضه في حما نفس الشيء برضه. نفس الشيء دلوقتي دي كله. لذلك الشباب مثلا هو ما فيش لم يستعد لشقة هو زواج صعب شوية. جواز صعب شوية. يعني لازم عشان لذلك هو لابد أن ترك حب بينهما. ما فيش مش ضروري شقة كاملة. مثلا أنا كنت زواج ليس عندي شقة. ليس عندي شقة عند زواج. في البداية. بداية إيجار غرفة واحد صغيرة. وثم دي زوجتي أيضا دي شغل في المدرسة. وأنا شغل في جامعة. هو يأخذ فلوس دي هذا إدخار في بنك. وثم دي يشتري شقة. تعاون بين الزوج والزوجة واللي هم بنية البيت. يعني هو يقصد اللي عندهم الموضوع بيبقى اكتر بينه الواحد بيركز اكتر اللي يبقى الجواز واحد وواحدة يبتدوا مع بعض، لازم يكون هي ليها وظيفة هو ليه وظيفة ويبتدوا مع بعض يبتدوا حاجة صغيرة، ومع الوقت ومع الشغل بيبتدي البيت بيكبر والأسرة بتكبر وتبدأ الأسرة الكورية تاخد الشكل والصورة اللي هم يعني متطورين والصورة اللي هم نقلينها لكل العالم، واعتقد هي من الصور المشرفة جدا. لذلك مهم جدا دلوقتي عايز دي في زمان دي في بلادنا امرأتي زوجتي رجل هو لم يريد يشتغل برا. ما رضاش يشتغل برا. في زمان عبي في عصر عبي. لكن دلوقتي عايز دي هذا زوجتي يشتغل مع بعض. لذلك دي يشارك في حياة الأسرة. يعني زمان كان الزوجة المفروض ما تشتغلش؟
ما شغالش. يعني مثلا مع أعتقد امي ما لم يشتغل. طباع شرقيه شويه، هو طباع خد- زي العرب، يعني عندكم زي نفس العرب الطباع كده. زي العرب، الست ما بتشتغلش، الست ايوه، ليها لذلك البيت. انا كما قلت لك اسره النظام عندكم عندنا نفس الشيء. نفس الشيء. اسره كده. لكن دلوقتي الشباب عايز زوجتي ايضا تشتغل، زوجها ايضا تشتغل، عشان ايه؟ معيشه مرتفعه. هو عايز دي هذا مروحه اكثر من الان. لذلك رجل امرأتي يشتغل سوا سوا، ويشتري ايضا شقه مع بعض. وايضا دي ينقسم شغل في الاسره. مثلا الرجل هو مبكرا يرجع الى بيته، هو يطبخ. دلوقتي الشباب كده. لكن مثلا مدام زوجتي ترجع الى بيتي مبكرا، هي تطبخ. رجل ايضا تطبخ، رجل ايضا تغسل الاطباق، تحافظ على الاولاد. مثلا دلوقتي عند توليد ولد، دي هذا الرجل زوجها هو 3 شهور دي اجازه. هو 3 شهور اجازه. الراجل كمان 3 شهور اجازه عشان ايه؟ حافظ على يحافظ على مراته ويحافظ على البيت. يقدر يساعدها. يساعد عليها. دي الحكومه اللي عامله كده. حكومه كده. دلوقتي يتعاون عشان ايه؟ يتعايش. طب الشاب الكوري ايه اهم المشكلات اللي بتواجهه او اهم الازمات؟ يعني انا كشاب كوري ايه المشكله اللي عندي؟ يعني انتوا بتحاولوا هنا بنقول للشباب لازم تبقى دارس كويس، لازم محصن نفسك بالتعليم، لازم تفكر في الرؤيه، لازم تتعاون. الشاب الكوري او الشباب الكوري بشكل كبير ايه اللي يعني الازمه اللي بتبقى مواجهاها؟ نفس الشيء عندكم عندنا. هي نفس الشيء برضه. طبعا. بس احنا عندنا في بطاله، انت اعتقد ما فيش بطاله بالشكل الكبير، يعني احنا عندنا معدل البطاله او قله العمل، عدم وجود عمل موجود بشكل كبير. في كوريا مش موجود، عندك ايد عامله وعندكم انتاج. مثلا عندكم دي بعد التخرج من الجامعه، التخرج من الجامعه، مدرسه اولا، هو ايضا يختار الجامعه. لماذا هو دروس خصوصيه؟ لماذا؟ برضه دروس خصوصيه. لماذا؟ هو يختار الجامعات المشهوره. عشان ايه؟ بعد التخرج من الجامعه يبقى الاسم كبير. اسم كبير. دي شركه كويس. دي بعضهم هو دي يحتاج الى علوم، بعضهم ليس كذا، عشان حياه مهمه جدا. وبعد الجامعه بعض الشباب عايز دي يشتغل كيف. نحن دي شركات الكبيره كيف يدخل؟ لابد عن طريق امتحان شركه. مثلا دي عندكم اعرف الشركات المتجنسه متعدده، بعرف عدد الجنسيات، عدد الجنسيات موجود كوريا. عندكم بعرف دي هذا شركات كثيره كوريا. هو كيف يدخل هناك؟ لابد دي درجه كويس. دراسه، يعني انت حضرتك بتقصد ان الشركات متعدده الجنسيات وخاصه الشركات الكوريه اللي موجوده في مصر ما بتنزلش السوق المصري الا لما تعمل دراسه جيده للسوق اللي هي نازلاه، ودراسه نقول للعماله المصريه، للحكومه المصريه، للقوانين واللوائح اللي هتواجهها ازاي تتعامل معاها. فبعتقد يعني معنى كلام دكتور امين اللي هم لما بييجوا ينزلوا الدراسه بتبقى شامله ودراسه برؤيه متكامله بعيدا عن العشوائيه في العمل او في القرار. مظبوط كده؟ دي هذا مهم جدا. ايه داون دي ايه دي ايه اصدر اسره مش مهم. اصدر اسره مش مهم. الايه؟ اسرتي مثلا اسرتهم قبيلتكم مشهوره، اسرتكم مشهوره، ابو وظيفه مشهوره. في العرب دي مهمه جدا. دي تقاليد ثقافه العرب كده. يقول لك انا عيلتي في كوريا لا. في كوريا لا. في كوريا كل حاجه تنافس، منافسه شديده. اولاد من الفقراء هو يدرس كويس، هو يدرس في الجامعات المشهوره، هو ذكي، هو دي يدرس عن طريق امتحان دولي، هو خش حكوميه ممكن، خش في شركة كبيرة ممكن. كل حاجة عن طريق تنافس شفافية عمل. دي مهم جدا. لماذا كوريا تتقدم؟ كلهم ذكي عن طريق تنافس امتحانية شفافية، هو دخول في شركة كبيرة، في دخول حكومة. دكتور بارك او دكتور امين بيقول جزئية مهمة جدا. كوريا بتتقدم بسبب ذكاء العامل، ذكاء الطالب،
بيقدر ينمي نفسه، بيقدر يلتحق يعني هو بالدراسة سواء المدرسية أو الجامعية، يقدر ياخد مكانة، يقدر ياخد مكان في شغل في شركة كبيرة، يبقى اسمه كبير بعيدا عن أي نقول معنى كلام بيقول لك فيه شفافية، يعني مفيش واسطة عندهم. هو بيؤكد على كده اللي مفيش واسطة، وبيؤكد اللي مفيش لقب العيلة أو العيلة اسمها هي اللي بيشيله زي ما موجود عند العرب، لكن هو اللي بيشيله عمله، ونقول إجادته في العمل، إجادته في الدراسة، إجادته بشكل كبير جدا، بيوجد لنفسه اسم كبير داخل الشركة وداخل العمل، ويتم الاعتماد عليه بشكل كبير. نتمنى، اعتقد دي صورة من صور الشفافية اللي هو بيقول عليها، نتمنى تكون موجودة بشكل كبير خلال الأيام القادمة. ايوه، يعتمد على قدرات الشخصيه فقط. قدرات الشخصية دي مهمه جدا. دي في كوريا كده، مم. دي مهمه جدا. لماذا شركات دي سامسونج إذا شركات كبيره كوريا هو تتقدم؟ عشان هو يختار ذكيه، طلاب الذكيه. هو دي شخصيه كويس، وقدراته شخصيه كويس، هو كده مختار. يعني بيختار العناصر اللي تصلح للعمل في المكان ده وتقدر تديله وتخدمه. عشان دي كل الشركات السيستم موجود، نظام موجود. مثلا هو مش كويس هو فاير. مثلا هو شغل سنة سنتين هو مناسب، هو تركته. عشان منافسة، أيضا منافسة في شركة بالظبط بين زملائي. هو نتيجة مش كويس، شركات لابد تحتاج إلى إيه؟ فائدة. هو فائدة ما فيش، لابد هو أنت ماشي. مش كده؟ بالظبط. دي تنافس. لذلك هو يشتغل كويس، يركز على الشغل، دي في نفس الوقت تتقدم دولة. ده اللي بيخلي الدول تتقدم. عشان دولة بين دول ماذا معه منافسة. كيف نحن دي تصدير؟ لابد دي جودة إنتاج كويس. لذلك أجنبي يشتري، مش كده؟ بالظبط. هو جودة إنتاج مش كويس، دي كيف يشتري؟ كيف يخلق جودة الإنتاج؟ لابد جودة الإنتاج. كيف؟ من يجعل هذا إنتاجات دي شباب ذكية. هو اختراع. بالظبط. اختراع دي تصميم جديد. طب الحكومة الكورية بتساعد على الانتاج؟ لو انا شاب او مجموعة شباب بينتجوا او بيعملوا مشروع زي ما حضرتك قلت لي الزراعة والمانجا اللي مش موجودة هناك، بتحاول تعمل لها بيكيف الجو ويخليها تنتج مرتين في العام ويخليها تطلع. الحكومة الكورية بتساعد ازاي بقى الكوريين؟ ازاي بتخليهم بتساندهم اللي هم يطلعوا منتجاتهم ويصدروها؟ اعتقد لما بتكون الدولة رقم 15 على العالم في التصدير، اعتقد يعني في تسهيلات غير عادية في التصدير للخارج. طبعا دي حكومة كوريا دي مثلا دي شباب هو يريد يرجع إلى ريف، هو عايز يزرع حاجة معينة عن طريق الحديثة. دي إيه؟ حكومة دعم شباب من حكومة. هو دي دعمه. وبعدين هو إنتاج كويس، هو يرجع فلوس إلى دولة. دعم. لكن دي هو أساسا أولا هو عايز خطة مثلا دي مثل هذا أيضا خطة دي أشباه شركة. هو عايز إنشاء شركات الأشباه الموصولات. كيف؟ دي هو فلوس ما فيش. دي من حكومة دعمهم. دعمهم هو خطة عايز كويس. يصدر. خطة كويس. هو موافق، حكومات وافقت عليها، توافق عليها. هو دعم على طول حتى إنتاج، حتى نجاح. لذلك الشباب هو فكرة جديد. هو مش عايز يشتغل في شركات كبيرة، هو عايز إنشاء شركات معينة. عشان في حضرتك معرف في مجال الموصولات أشباه موصولات. هناك دي مثلا نجاح اختراع كويس. هو مدة سنة بس. هو دي هذا حجم التجارة أكثر من شركات متوسطة. لذلك هو كلهم شباب ذكية يريد إنشاء شركات. عايز أعرف في كوريا فرض الضرائب أو التعامل مع الضرائب إزاي؟ يعني في ضرائب موجودة، الضرائب اللي موجودة بتفرض على المنتج الكوري. لو أنا عندي شركة أو عندي منتج، أو التعامل مع الضرائب، نسبة الضرائب قد إيه؟ طبعا دي أي دولة ضريبة موجودة. النسبة، لكن النسبة كام في المية؟ دي كام الدخل؟ مش بضبط ليس يعني بضبط متوسط حوالي زي في مصر دي 12 وكده. ضريبة دي مهم جدا. عشان الضريبة
دي ايه فلوس دي ضريبه ياخذوا من ضريبه شعب شركه عشان دي فلوس انفاق الصالح العام. دوله مم. مثل هذا دي شباب دعم الشباب ايه دعم حكومه للشباب فلوس فين من ضريبه شعب ضريبه شعب مم. هو ادارات دوله مم. لكن دي نحن ضريبه دي هذا كله اوتوماتيك مم. دي سيستم كلهم نحن دي كلهم شباب كل مواطنين كوريين دلوقتي انا قلت لكم حتى يركبوا الاتوبيس نحن دي سمارت كارد مم. كارد كده كارت دي في كارت. كارد دي ايه ده دي يسجل كده انا ينفق كل شهر كام بالظبط. هو يعرف دولة يعرف الدولة يعرف انا بصرف مواصلات قد ايه من الكارت بتاعي. بتاعنا أنا كده الكارت ده دي بيركب كارد أتوبيس واحد وأتوبيس ومترو. دي كارد واحد نحن دي انا يدفع دي طعم ينفق دي طعم يشتري اي حاجة ينفق كده نفس الشيء يعني كل حاجة بالكارت فيجي اخر أيوة الشهر أيوة. يقول دكتور بارك انا مثلا صرف مثلا مواصلات في حدود مثلا $100 او 100 جنيه او حسب فاقول مثلا 100 والاكل ب 100 اكل 100 مثلا شراء فاعرف انت تستحق دعم او ما تستحقش دعم اعرف ان انت تستحق كذا او ما تستحقش كذا ضرايبك كذا في وضوح وشفافيه في التعامل كله يعرف كده وايضا راتب نحن راتب عن طريق الانترنت خش الى بنك على طول لذلك عندي راتب هو يعرف بالظبط حكومة يعرف هو ياخذ ضريبه منا بياخد ضريبه اوتوماتيك وايضا كارد يستعمل كارد ضريبه هو ياخذ اوتوماتيك يعني بياخدها بيوردها على طول من الكارت عشان هو عارف انت بتصرف قد ايه وعارف اللي انت في شفافيه في التعامل فعارف صرفك ومصاريفك وكل صرفك قد ايه فيقدر يفرض عليك الضريبه على قد الصرف اللي انت بتصرفه. ايوه دي هذا شفافيه كده شفافيه كده مش ممكن انا لم يدفع مش ممكن عشان كل دي معلومات ياخذ حكومه تاخذ حكومه عن معلوماتي في دي دخل الفردي. ايوه بالظبط. عشان ايه عشان ايه دي يساهم في تقدم دوله كل الناس ليس فرق بين وزير بين كبار موظف وكبار صغار دي ما فيش فرق شعب فقراء واغنياء ما فيش فرق كله نفس الشيء. في عندكم فقراء؟ بالتقدم الاقتصادي ده في حد في الشعب فقير؟ انت بتقول لي مفيش فرق بين الفقير في حد محدود الدخل او دخله قليل موجود في كوريا؟ دخل قليل او حبه صغيرين؟ لا طبعا دلوقتي دي ايه في اي دوله مشكله ايه دي فجوه بين غنياء وفقراء في فجوه فرق فيه لكن مش كثيره دي مش كبيره طبعا دي أغنياء دي عالمية موجود أيضا نحن دي وبين مقارنة مش ممكن عشان هو صاحب شركة نحن دي ليس صاحب شركة دي موظف كيف فرق دي مش ممكن مقارنة لكن عامة دي تقاريب لكن دلوقتي الحكومات عايز دفاع عنه دفاع عن تقاريب مش دي فجوة يكبر كده لذلك دي نحن دي ينتهز فرصه كده. دكتور بركة عايز قبل ما اختم يعني حضرتك عايز حاجه جزئيه مهمه جدا المشروعات الصغيره عندكم ازاي خاصه اي حد بيصدر اعتقد من مشاريع صغيره لكبير لما توصل للترتيب الكبير والتصدير انا باكد كل مره على التصدير عشان اعتقد ده اللي بيعمل لك الاحتياطي النقدي ده اللي بيخليك صندوق النقد الدولي يتعامل معاك بشكل اقتصادي اللي انت دوله من الدول الكبيره المنتجه اللي اقدر بديها حسابات كتير ولكن ازاي بتشتغلوا ازاي بتحسبوا ازاي المشروعات الصغيره موجوده في كوريا المشروعات الصغيره او اللي هي الافكار اللي هي بتاعت شباب مش عايز مصنع كبير مش عايز شركه كبيره ولكن زي ما حضرتك قلت لي مشروع الزراعه مثلا بيبتدي الشباب في ارض زراعيه يبتدي ينتج ويحدث الانتاج بشكل كبير جدا ازاي يقدر يعني نقول بينتج ويصدر في مشاريع صغيره. دي طبعا دلوقتي دي اي جامعات خاصه في كليات العلوم هناك دي بعض الشباب يريدون أن يشتغل مع أستاذ متخصصون وبعدين هو مشروع صغير هو مش عايز بعد تخرج من الجامعة هو أيضا يكمل هذا المشروع لذلك هذا المشروع نحن دلوقتي في مجال علوم مش أدبية في علوم تكنولوجيا خاصة دي مواصلات جهاز إلكترونية دي تصميم دي هناك شباب هو يركز على هذا المجال
مشروع صغير. أنا كما قلت لكم هذا المشروع صغير لابد حكومة هو يساعد عليها. يساعد، يعني لازم المشروع الصغير الحكومة هي اللي تساعد المشروع الصغير، لازم الحكومة تقف جنب الشباب بشكل كبير جدا، وده اللي الحكومة الكورية بتركز عليه، اللي هي بتحاول تساعد المشروعات الصغيرة والأولاد، نقول اللي هم الشباب اللي لسه في مقتبل العمر، بيساعدوا في هذه المشكلات وفي هذه المشروعات بشكل كبير. أيوة دي إيه دي مهم جدا دلوقتي. شباب فكرة جديدة هو ايديا جديد. هو ايضا دي ايه عصر حديث، عصر الكمبيوتر. عصر الكمبيوتر أنت عصر الكمبيوتر، أنا ليس عصر الكمبيوتر. لذلك فكرتك فكرتي في مجال علوم مختلفة. التكنولوجيا والعلوم واستخدام التكنولوجيا. لذلك لكن دي ايه نحن دي هذا كبار السن مش عارف دي كيف يعمل ايه. لكن دي دلوقتي طلاب شباب في الكلية علوم هو فكرة جميلة، ايديا فكرة اختراع. لذلك حكومات عايز يشجعهم اختراع اي مجالات في مجال علوم. لذلك الشباب عايز محصولات، مثلا دي انت تعرف كل موبايل موجود في جيم، لعبة لعب جيمز لعبة موجود. دي لعبة من يخترع، من يجعل هذا، من ينتج هذا اللعبة. دي شباب مش كبار سن، مش ممكن دي مثل هذا اللعبة. دي ايه عند ذلك فين؟ في كان طالب في الجامعة هو يفكر، هو يشتغل، ينفذ تجربة. يعني الطلبة الصغيرين هم اللي بيطوروا الألعاب أو الجيمز اللي موجودة على الأجهزة، ونقول أجهزة الكمبيوتر أو أجهزة الموبايلات اللي موجودة في كوريا ومشهورة بيها. فهم يعني نقول قصده شباب الجامعة هم اللي بيطوروا وبيحدثوا من الألعاب، ونقول السيستم أو النظام اللي داخل جوه الأجهزة الإلكترونية اللي موجودة في كوريا. أيوة مظبوط. لذلك كلهم دي مثل هذا نحن حكومات تدعمهم أو مشروع صغيرة. وأيضا لذلك الشباب هو مثلا سنه مثلا 29 وكذا، 29، لكن هو فلوس كثيرة، كتير عشان هو نجح في هذا المشروع. يعني أنا هناك لما بنجح بتديني حق اللي هو التطوير اللي أنا طورته ده باخده أنا، يعني ممكن أكون سني 29 سنة ولكن ثروتي أو مبلغي معايا مبلغ كبير جدا. أيوة مبلغ كبير جدا. عشان أخذ دخل مبلغ كبير جدا عشان إيه؟ جيم يعني يطور جيمز او يطور حاجه بروجرام بس يعملوا تطوير. تطوير كده. انت تعرف دي هنا دي موبايل هناك دي تسهيلات موجود. دي من تسهيلات دي شركات تبع دي موبايل شركات هو لم يخترع. دي شباب واحد من جماعه طالب هو يخترع وثم هو يبيع لشركات كبيره. يعني انا باخد اللي موجود واطوره، وبعد ما اطوره اعرضه على الشركه تحس ان انا اللي طورت، هو يشتري وثم هو يبيع في سوق. لذلك الشباب اختراع شباب فكرة مهمة جدا. وانا سمعت ايضا مصر شباب واحد هو اختراع في امريكا دي. انا قرأت جريدة هو في مجال التكنولوجيا. دي عشان مصر دي ايضا دي يستعمل الكمبيوتر حوالي، انا سمعت دي هذا اكثر من 40% عدد السكان يستعملوا كمبيوتر عندكم. اكثر من كده كمان. خلاص العدد كتر يعني. ايوه لذلك هو ما فيش بيت اعتقد دلوقتي بنسبه مثلا 90-80% ربما الشباب المصري كلهم يعرف ربما. ولذلك لابد دي اختراع فكره جديده زي مثل كوري، شباب الكوري هو في مجال كذا. هو فلوس ما فيش، هو دي قروض من بنك، يخرج قروض من البنك يعني عشان هو اتفاق بينه وبيني. عشان نجح نحن يدفع، نجح وهو ايضا بنك هو فوائد كبيره، البنك هينجح وانا هنجح. نجح هو فوائد كبيره مش كده بالظبط كده. لكن نحن دي حكومة كوريا دعمهم. هو فكرة جديدة ايديا موجود، لابد هو قروض من حكومة، دعم من الحكومة. دكتور بارك جي يونغ او دكتور امين، انا بشكر حضرتك جدا
ويعني بقول النهارده اللي دكتور بارك او دكتور امين بقى هو خلاص بقى يعتبر بقى عربي معانا وبيتكلم عربي يعني ما شاء الله يعني بشكل كويس. اعتقد نقل لنا صوره النهارده عن كوريا الجنوبيه، عن الاقتصاد في كوريا الجنوبيه، كيف تتخطى كوريا الجنوبيه الازمات، ازاي كوريا الجنوبيه بتنتج وبتساعد على الانتاج بشكل كبير جدا، عندها صادرات يعني نقول ترتيبها رقم 13 على العالم. يعني اعتقد نسبه دخل الفرد عندهم 26 يعني نقول $1000 في سنويا، واعتقد ده دخل كبير جدا، وهم حاطين خطه اللي تصل الى $40,000. يعني شايفين صوره كوريا مش تكنولوجيا بس، كوريا في الزراعه، كوريا في الصناعه بتتطور ازاي، المشاكل المروريه عندهم بيتعاملوا معاها ازاي، الازمات، الاقتصاد. يعني اعتقد النهارده دكتور بارك او دكتور امين نقل لنا صوره عن كوريا الجنوبيه وكيف تطورت كوريا الجنوبيه في اخر نقول 60 سنه بشكل كبير جدا. احنا مشاهدينا الكرام بعد ما نشكر دكتور بارك جي يونج او دكتور امين يعني نقول المستشار الثقافي والاعلامي لسفاره كوريا الجنوبيه بالقاهره، نشكركم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعه لهذه الحلقه من حلقات مدرسه على الهواء، يعني تحت شعار الشعوب تتخطى الازمات. نتمنى ان يعني نقول شعب مصر يتخطى كل الازمات وكل المحن، ودايما شعب مصر دائما يعني نقول مصر دايما واولا في المقدمه. نشكركم مشاهدينا الكرام، نشكر يعني كل متابعينا في هذه الحلقه، على امل ان يتجدد الموعد واللقاء وحلقات جديده ومدرسه على الهواء. المدرسة علينا